اليوم قرأت عبارة جدا جميلة حرفيا لامست قلبي. سيدنا عمر بن الخطاب قال جملة جدا عظيمة، قال: ستمضي أقدارك على كل حال، فاجعلها تمضي وأنت راض عنها، فلربما ثواب رضاك يرضيك. فمهما كان حظك قليل في أي أمر من أمور الدنيا، صدقني الله راح يجزيك مو لشيء، فقط لأنك رضيت. وبسبب رضاك وصبرك هذا، صدقني أن الله سبحانه وتعالى راح يعوضك أعظم مما تمنيت بكثير. فاترك أقدار الله سبحانه وتعالى تمشي وأنت راضي عنها، وتذكر قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الرضا مش معناه ان حياتنا كاملة، ولا ان مفيش وجع، ولا انك مثلا عايشة مرتاح. الرضا ان قلبك يكون مطمن رغم كل اللي انت فيه، وانك تشوفي النعمة قبل ما تشوفي اللي ناقص عندك، وتقولي الحمد لله حتى لو بتتمني الافضل. الرضا راحة وسكينة وغنى، وغنى حقيقي ملوش علاقة بانك تملكي ايه، قد ما له علاقة ان قلبك يكون راضي ومتصالح، وبتقولي الحمد لله على اللي عندك وعلى اللي مش عندك، وما تبصيش لعيشة غيرك. وربنا يرضينا يا رب كلنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وطمأنينة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني من الفيديو اللي فات. الفيديو ده يا بنات انا كنت مصوراه من اخر يوم امتحانات بناتي، يعني اخر يوم امتحانات اولى ثانوي. هم راحوا الامتحان من هنا، وانا اشتغلت في تنظيفات والتروقات الاوضه بتاعتهم من هنا. اي كتب عندهم شيليها لاخر السنه، كتب دول على كتب اخر السنه، وشوفي اللي يستحقوها، وخلي ولادك يحلوا بالرصاص على قد ما يقدروا، يعني لان في ولاد ما بيحبوش يحلوا بالرصاص. على قد ما تقدري خليهم يحلوا بالرصاص، وتشيلي الكتب. واول خلاص الامتحانات ما خلصت ونتيجه ولادك طلعت واطمنت عليهم، شوفي اللي يستحقهم وادهم له. لان بجد يا بنات والله العظيم اسعار الكتب الله المستعان. ربنا يقوي العالم يا رب، ويقوينا على ولادنا، ويقوينا على تربيه ولادنا، ويقوي يا رب كل زوج على تربيه ولاده. وربنا يرزقنا يا رب برزقهم كده واكتر كمان. ربنا يبارك لنا فيهم ونشوفهم افضل مما يتمنى. هنروق كده بقى الاوضه بتاعت البنات والحته اللي بنقعدوا فيها. واحنا بنروق كده بنات عايزين نتكلم بقى عن الرضا. قد ايه الرضا دي نعمه من عند ربنا مش بيديها لاي حد. والله يا بنات الرضا ده كلمه نعمه دي شويه. في ناس كتير عارفاهم وعارفاهم معرفه شخصيه، عندهم ما شاء الله اللهم بارك، وعندهم رزق مش عند حد، بس مش راضيين. فانت كونك انك ترضي باللي عندك وتحمدي ربنا، وما تبصيش لعيشه غيرك وتبقي فرحانه لغيرك انه عنده وربنا مرضيه. ربنا هيبارك لك في اللي عندك وهيرضيكي باللي عندك، حتى والله لو قليل خالص. انت عارفه لما تبقي راضيه باللي عندك. احنا كلنا بنتمنى، مش هنضحك عليكي مثلا نقول لك انت ما نفسكيش في كذا او ما نفسكيش في كذا. لا، انا نفسي وانت نفسك، في حاجات كتير نفسنا نعملها وفي حاجات كتير نفسنا نجيبها. بس نقول الحمد لله وبنرضى باللي عندنا. والله العظيم لما بترضي باللي عندك بتبقي بتحسي ان انت اللي عندك ده عندك كنز مش عند حد. وربنا مش بدي، يعني مش هنقول مش بدي حد كل حاجه، بس في حاجات عندك مش عند غيرك. يعني مثلا في ناس ما شاء الله اللهم بارك عندهم فلوس، وعندهم بيوت، وعندهم يعني عندهم حاجات كتير. قصادهم ممكن ما يكونش عندهم اطفال، يعني ما يكونش عندهم ولاد، او ممكن ما يكونش ربنا مش مبارك في ولادهم، يكونوا ولاد مش بارين بيهم، او يكون التعليم مش احسن حاجه. فربنا يعني في حاجات عندك انت لو تبص لها، بص للحاجه اللي عندك، ما تبصيش للحاجه اللي مش عندك. يعني بص انا عندي ايه. انا عندي مثلا ولاد ربنا يبارك لي فيهم، ربنا اعطيني 5 ولاد ربنا يفرحني بيهم ويبارك لي فيهم، ونشوفهم برين بيه. في واحده بتتمنى ضفر عيل، يعني في ناس وتعمل اطفال انابيب ما تنفعش وتعمل. طب الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ربنا يبارك لي فيهم. في مثلا واحده ربنا عطيها بس واخد منها حاجه تانية، واخد ممكن جوزها يكون توفى وسايب لها فلوس. طب هنعمل ايه بيه؟ هنعمل ايه بالفلوس؟ فانت الواحد يرضى باللي عنده ويحمد ربنا عليه. الرضا يا بنات كنز والله. كل ما بترضي ربنا بيديك الافضل والاحسن. ارضي وقولي الحمد لله. يعني في ناس مريضة، انت ربنا عطيكي صحة. في ناس ربنا عطيها صحة بس مش عطيها فلوس. يعني انت بصي للي عندك، بصي انا عندي ايه وارضي بيه. ما تبصيش لعيشة غيرك وما تبصيش لحد. يعني انا ساعات بنشوف حاجات والله يا بنات بنحمد ربنا. يعني انا الحمد لله مستورة ومعايا وراضية والحمد لله، ونقدر نجيب اللي نفسي فيه. بس ساعات بنشوف ناس مفيش ما معهاش بس راضية وحمد ربنا. بنبص الله على الرضا، الله على طعم الرضا. يعني سبحانك يا ربي.
في ناس بتبقى معاها يعني معاها ملايين وتلاقيها تقول لك يا ده مش عارف انا، يعني بيبص للاعلى. انت معاه فلوس وحامد ربنا وعنده عربيه وعنده تلاقي يقول لك لا ده انا نفسي في عربيه موديل كذا. طب انت ما انت عندك عربيه، يعني ليه ربنا انت مش راضي؟ فربنا مش عاطيله طعم الحاجه اللي عنده، مش حامد ربنا على طعم الحاجه اللي عنده او الحاجه اللي عنده. تلاقي واحد عنده يعني سبحان الله يا بنات، والله العظيم انا ساعات بنزعل من نفسي. يعني انا وهقول لكم واحكي لكم عن دي تجربه شخصيه عني انا الحمد لله ربنا عطيني بيت، اللهم بارك، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. البيت ده هنقول لكم عافرت على ما جه، مش هنقول بقى لا عافرنا بجد على ما جه. مش مثلا مش جه احنا كنا بناكله في الاسبوع مره واحده سمك، وكانت ساعات جه واحنا ما كانش معانا من ثمنه غير يمكن ربع ثمنه. جه واحنا جوزي اتوكل على ربنا وقال لي، قلت له هنقدر، قال لي توكل على ربنا. الواحد ربنا بيسر الامر لما تبقي انت ماشيه في حاجه خير وماشيه بتعملي في حاجه مش بتغضب ربنا، وحاجه انت توكلت على ربنا ورميتي حمولك على ربنا. ربنا هيكرمك وهيسهلك اللي انت ما تتوقعوهوش. والله العظيم يا بنات، والله العظيم احنا كان مكان معانا غير ربع ثمنه، وربنا بس اتعذرنا اتزنقنا عافرنا هنقول لكم حاجات ياما في حاجات ما ينفعش انها تتقال. وممكن اللي هيسمعني من اللي عارفيني عارف احنا جبنا البيت ده ازاي، وعارف المشاكل اللي حصلت على ما جبنا البيت ده، وكان سعره قليل خالص والحمد لله وجبناه. عارفين انا دلوقتي كنت بقول لجوزي والله العظيم يا بنات، احنا زي ما قلت لكم ان البيت بتاعنا على شارع ضيق. فشفتوا يعني بصيت ما جوزي قال لي كده، قال لي عارفين اللي هو تزعلي من نفسك، زعلت من نفسي والله فعلا. لا ده انا عايزه على شارع واسع، وعلى افتح الاقي ارض قدامي، او افتح الاقي زرع، وعايزه تهويه، وعايزه احمدي ربنا غيري مش لاقي. عارفين جوزي قال لي والله العظيم يا بنات، لما انا وغبت شويه ادور واروح هنا ابص واروح هنا ادور واروح سمساري وديني مش عارف الحته ده بص، عايزه ابدل بيه فيه، لان ما معناش ان احنا نكمل. انا عايزه حاجه واسعه وعلى شارع ومش عارفه بس ابدل بيه، يعني ما زودش عليه فلوس. فكل ما كان يعجبني حاجه مثلا وخلاص ونفسي فيها، والله هو ده البيت اللي على شارع واسع وتهويه وبلكونات من هنا ومن هنا ومش عارفه ايه، قال له السعر رهيب، حاجه انك ما تقدريش تجيبي او ما تقدريش تدفعي السعر ده. جوزي قال لي احمدي ربنا وارضي باللي عندك واحمدي ربنا غيرك مش لاقي. عارفين كلمه غيرك مش لاقي دي؟ وفعلا يعني في ناس ساكنه بالايجار، ونعرف ناس ساكنه وبتدفع ايجار قد ايه. عارفين تحسي ان انت عارفه يعني والله حسيت ان انا فعلا، وانا ليه مش حمد ربنا؟ يعني الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عارفين ساعتها حسيت بايه؟ ان انا بيتي دي انا الحمد لله والله انا حابه بيتي وحابه. كلمه حباه دي شويه، انا بنحبه وما بنرتاحش غير فيه، ما بتجيليش راحه. يعني انا بنروح هنا ونروح هنا، ما بنحسش براحه يا بنات غير في بيتي دي. والله ما بنحس براحه غير في اول ما بنفتح بوابتي بنحس ان انا ارتحت. انا سكنت في كذا مكان، يعني ايه، نقلت 3 مرتين، نقلت مرتين ودي التالتة. البيت الوحيد اللي من يوم ما اتجوزت، انا بقالي 21 سنه او 22 سنه متجوزه، البيت الوحيد اللي ارتحت فيه والمكان اللي انا ارتحت فيه البيت ده. ويا رب يديموا عليا نعمه ويبارك لي في ولادي وفي جوزي، والحمد لله. فالرضا يا بنات مش معناه ادينا بقول لكم ناس كتير تتمنى البيت اللي انا فيه، وشفتوا انا بنبص لايه. انا يعني اللهم لك الحمد. فكلمه رضا دي ان انا راضيه بيه، او ان انا ايه يعني شهرين 3 حر، ايه يعني ان انا ما نفتحش بلكونات؟ ما نحمد ربنا غيري مش لاقي ومش طايق. فالرضا بنات كنز، والله كنز. ربنا يا رب يرزقنا الرضا ويرزقكم الرضا ويوسع عليكم يا رب. بس ده يا بنات مش معناه ان انا ما نتمناش، او نفسي بس راضيه باللي عندي، او ندعي. يعني مثلا انا بنقول يا رب، وانا لحد دلوقتي انا راضيه ببيتي والحمد لله يا رب. يعني لما جوزي قال لي كده انا راضيه بيه والحمد لله، وعلى عارفين على قلبي مترطب كده، غير اني ما كنت كارهه. عارفين مش كارهاه، بس بندور ليل نهار صبح وظهر، وسمسار ينزلني الصبح وسمسار ينزلني الظهر، وبدور على بيت بايدي واسناني اللي انا عايزه ننقل في بيت واسع. اول جوزي ما قال لي كده خلاص يعني راضيه. نفسي وبندعي وبنتمنى، بس راضيه ببيتي حباه الحمد لله. ايه شهرين 3 حر، ايه نقفل بلكوناتي يا عالم. يعني سبحان الله يا رب، احنا اخرتنا متر في متر.
بس بندعي، ربنا قال ادعي، انك تدعي ربنا يا رب ايه ده اذا ان دعيت ادعي بالفردوس الاعلى، يعني ان دعيت انت بتدعي الكريم، عارفه يعني ايه بتدعي الكريم؟ بس نبقى راضيه، بندعي وانا راضيه. يعني انا بنقول يا رب ارزقني وانا راضيه، يا رب وسع رزقي وانا راضيه. عارفين يا بنات، انا كنت فاتحه اليوتيوب النهارده، فواحده والله العظيم انا من فرحتها بتعيط. إيه، كانت فاتحه قناه من زمان، وقالت هي كانت فاتحه مش عارفه على التيك توك وعلى الحاجات دي، وكانت يعني ايه اول فتحانها على على اليوتيوب. بصوا عايزه اقول لكم على الحته دي يا بنات، قبل ما اروح بتحط شويه ميه سخنين وتحط شويه اي معطر عندك بقى، وبالفرشه بقى عارفه وتكنسي كده او تمسحي السجاده. والله السجاده بتنور، ده اسمه غسيل على الناشف دي. بعد ما بتخلصي بقى تشغلي على المروحه وسيبي الشبابيك مفتوحه عليه، اللهم بارك بتبقى زي الفل. بتحسي كده بنظافه، وريحه المعطر بيبقى بصراحه ملوش حل. ما تبصوش على الشعر الكتير ده، احنا 3 بنات واني 4 بشعر في البيت فايه اعذروني على المنظر. المهم، الاخت اللي فاتحه القناه على اليوتيوب دي، آه، هي صوتها بنات هو هادي، مش هادي زيادة عن اللزوم، تحس ان هو مش عايزه نقول يعني ايه، نايم هادي خالص. فاللهم بارك اللهم بارك، خد الدرع المئة ألف. يا رب ارزقنا وارزق الجميع يا رب. ففرحتها وهي بتحكي بتقول ان هي مثلا اول ما بدأت القناة، قالت انا بدأت القناة وده يقول لي ده انا هشد الغطا، قالت صحابها وحد من اهلها يعني اللي يقول لي انا هشد الغطا واتغطى، صوتك خشيني صوتك شويه، لا علي صوتك شويه. قالت وانا صوتي كده. قالت واول ما فتحت القناه كان صوتها بيرتعش وصوتها مش عارف ايه. قالت بس انا قلت يا رب واستنيت شغال. قالت فضلت شغاله قلت يا رب. قالت والله سمحت كلمه احبطني شويه، فرضت باللي حواليها وقالت وانا قالت قدامي بس ربنا، قلت يا رب قدامي ربنا. وما شاء الله اللهم بارك اهي خدت درع ال100,000. شوفي يعني تخيلي انت فرحتها وجمالها، والله بتعيط يعني حاجه اللهم بارك. قالت انا صوتي كده، يعني هي صوتها، هي ربنا عطاها الصوت ده، ليه مثلا تعيبي عليه او ليه تنتقديها او ليه؟ يا شيخه خليكي مصدر. وعارفين يا بنات والله جالي تعليق اول ما فتحت القناه، ثالث فيديو ليه على ما اتذكر، والله ما فاكره، واحده من اللي فاتحه القنوات. انا والله ربنا اللي يعلم، عارفين انا بنستحرم ان انا نبقى مشتركه عند واحده بتوع القناه. انا اول ما فتحت القناه يبعتوا لي مثلا انا متابعاكي، او انا فعلت الجرس فعالي، او انا متابعاكي تابعيني، اللي هي الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فانا ما اعرفش انا فاتحه القناه، والله ما اعرف. انا كنت يعني لدرجه ان انا بخاف ان انا اسمع ما اسمعش حبه من الفيديو، او اسمع جزء واسيب جزء. لازم اسمع الفيديو كله، ولازم ينزل الاشعار ويجي الفيديو لازم بسمعه. حسيت ان جه على وقت عيالي ووقت بيتي. فلقيتها الاخت دي والله انا حتى ما فاكره اسمي، لقيتها بعتالي ان احنا بنشجعوكي وبنتابعوكي وانت مش بتتابعينا ومش بتعلقينا ومش. طب انا يعني ممكن نكون سهل عليا، او ممكن ما اعرفكيش، او ممكن. طيب انت انا لسه كان تاني فيديو ليه او تالت فيديو، ما كنتش يعني ولا حتى يعني فين اللي هو انا لحد دلوقتي انتوا شايفين يعني القناه فيديو طالع وفيديو نازل. ف انت يعني انا عايزه اقول لها انت ارضي باللي ربنا كاتبه لك واحمدي ربنا، ربنا هيزيدك. اتمنى الخير لغيرك ربنا هيديك. هنا بنات قبل ما تروح الحته دي مني بحط يعني حاجه بلاستيكه فيها ميه سخنه وكلور. انا حاطه والله كلور خام، يعني كلور من الكلور الخام يعني. انا سيلفي بيبيع كلور وبجيب منه الكلور الخام خالص، لا الالوان ولا الكلور اللي هو بيتباع في ازايز دي. يعني ما تخافيش مش هيعمل اي حاجه للركن. بحط زي نص كوبايه كلور على الميه السخنه دي، وبحط شويه اريال، وبحط شويه معطر في البلاستيكه التانية، يعني بلاستيكه فيها كده وبلاستيكه فيها كده. وعايزه بقى قماشتين مطبخ او اي قماشتين من عندك بقى، فوطه مطبخ اي حاجه، بس يكونوا نضاف. عارفين اللي هو دول بتستخدميهم للانتريه بس. بحط بقى هنا كده وادعك زي ما انتم شايفين يا بنات، وارجع بالفوطه التانية اعصر كويس خالص وامسح. والله بيخليها زي الفل. ده المكان طبعا اللي بنقعد ناكل ونشرب وتلفزيون وكل حاجه فيه. ده المهرسه بتاعتنا بمعنى اصح. فانا بمسك زي ما انتم شايفين والله يا بنات، بمسك بالفوطه بقى كده، اعمل بالفوطه كده من الفوطه من دي والفوطه لدي، وبشتغل وبيبقى ما شاء الله اللهم بارك. المهم، فالاخت اللي فاتحه القناه دي، فانا قلت يعني انت ارضي
ارضي باللي ربنا، يعني ربنا ممكن تكوني انت ليكي رزق تاني. وانا زي ما قلت لكم يا بنات، والله انا يوم ما فتحت القناه ده واسمعوا اول فيديو ليه، اول فيديو ليه نزلته على القناه، قلت انا يا ربي انا لو القناه ما كبرتش او ما نفعتش ومحدش شافها ومحدش حبني، يبقى خلاص انا رزقي في حاجه تانية، يبقى ده خلاص انا ربنا مش كاتب لي رزقي هنا وكاتب لي رزقي في حاجه تانية. فالرضا كنز يا بنات. بس ندعي، يعني انا ندعي نقول يا رب، ونتمنى الخير لغيري. اتمنى الخير لغيرك ربنا هيديك الخير والله. وحب لاخيك كما تحب لنفسك. يعني انت حبي لو حد ربنا كرمه. والله العظيم انا بقول لكم، الاخت اللي انا شفتها بتعيط وهي ماسكه الدرع اليوتيوب، والله انا عيطت لفرحتها، والله العظيم انا عيطت. انا حسيت ان انا فرحانه لها، حسيت ان انا اللي خدت الدرع، حسيت ان عارفين اللي هو مبسوطه بيه. تعبت ووصلت، ما حدش كان مساندها، ما حدش كان في ظهرها. انا يمكن جوزي مساندني، ولادي مساندني، مش معترضين على اللي انا بنعمله. بيشجعوني، بتحبي حاجه تعمليها اعمليه، ربنا هيكرمك. دي يعني قالت جوزها كان مساندتي، قالت ما كانش فيه غير جوزي واختي، اما الباقي لا صوتك مش عارف ايه، لا مع انه والله صوتها فيه حنيه يا بنات، اللهم بارك، تحسي بحنيه غريبه. اشتغلت على نفسي، قالت انا رضيت بكلامهم بس ما خدتهوش اعاقه ليه. قالت ما قالت انا حطيت ربنا قدام، قلت يا رب بس ما بصيتش غير لربنا. فربنا يرزق الجميع ويكرم الجميع، اللهم امين، وربنا يرضينا ويرضيكوا، وكل واحد نفسه في حاجه ربنا يديها له. وادعي والله الدعاء، ادعي وتصدقي وقيمي الليل، واللي انت عايزاه هتلاقيه. هنقولها مرة واتنين وعشرة على يقين. ادعي وتصدقي وقيمي الليل. لو نفسك في حاجة قوم ربنا بالليل تصدقي. الصدقة دي كنز يا بنات، والله ما هيحس بيه غير اللي بيعمل بيه. فربنا يا رب يصلح الحال ويكرمنا كلنا، اللهم امين. طبعا انتوا عارفين ان الحتة دي يا بنات كانت المطبخ مفتوح، وانا ضيفتها. طبعا اللي متابع معايا القناه عارف، لان في بنات ممكن تقول لي انت عامله المكان ده بالسيراميك، الحيطان بالسيراميك ليه؟ هو كان مطبخ، اللي هو المطبخ المفتوح اللي بيبقى في وش، بس كان في وش الباب ومطبخ صغير، وانا كانت امنيه حياتي ان انا يبقى عندي مطبخ واسع، وربنا يا رب يرزق الجميع. هنا بقى خلصت الركنه كده وظبطتها، واحطها بقى واشغل على المروحه. طبعا هي لان انا كنت بشتغل بالفوطه التانية، بصوا نورت ازاي، والله يا بنات اللهم بارك. والسجاده كمان كنت هقول حافظه، انا نفسي اجيب حافظه بصراحه. نفسي اجيب حافظه للانتريه وحافظه للمطبخ. السجاده بتاعت المطبخ مش سجاده المطبخ، هي سجاده اوضه النوم بتاعتي يعني. وان شاء الله ربنا هيرزقني. بس دي ما شاء الله جميله يعني، دي من بتوع فرحي ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيها، تحس ان هي ايه، منوره. وكل بنات ما بحط شويه والله ميه سخنه بس ومعطر، وبتبقى منوره والله، بتبقى زي الفل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. إيه كنت هقول لكم ايه، احنا في شهر شعبان يا بنات، صوموا تصدقوا. إيه الشهر ده انت الاعمال بتاعتنا بتترفع لربنا. إيه عارفين كل واحد عارف بلاويه، انت عارفه انت عملت ايه طول السنه، وانا عارفه انا عملت ايه طول السنه. مفيش حد معصوم من الغلط. وممكن تفكروا ان احنا مثلا انت معصومه من الغلط او انا بنغلط وانت بتغلطي وكلنا بنغلط. وربنا بيحب العبد اللي هو اللي بيغلط وبيرجع له. يعني ربنا انت بتغلطي وترجعي لربنا، عارفه ان هو ترجعي تتوبي وترجعي تغلطي وترجعي تتوبي. وربنا بيقول لك البني بين اصبع الرحمن، بين صوابع ربنا بيقلبها كيف يشاء. يعني مره، يعني ساعات يعني احنا بندعو دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني يا رب يثبت قلبنا على دينه. فالشهر ده بنات والله شهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في ياما ليه اللي كان اعماله بترفع فيه في الشهر ده. فحاولوا يا بنات ان انتوا تصوموا كتير في الشهر ده، حاولوا انكم تتصدقوا، حاولوا انكم عشان اعمال السنه كلها ما تترفع لربنا. حتى لو احنا عملنا غلط او عملنا يبقى احنا رايحين لربنا، يعني العمل بتاعنا رايح واحنا تايبين، العمل بتاعنا رايح واحنا بندعي ربنا، بنتصدق، بنصوم. والصيام ما شاء الله اللهم بارك، تحس ان الصيام يعني الله، والله يا بنات تحس ان براحه في الصيام. لا اله الا انت سبحانك. هنا بقى قلت خلصت، قلت اخش اعمل صينيه بطاطس. والله صينيه فراخ بالبطاطس صح، ايوه عملتها بالبطاطس. والله انا بنسجل فيديو، الفيديو انا قلت لكم انا كنت مصوراه من اخر يوم امتحانات البنات.
فلسه والله ما فاكره أنا يعني لا كنت عاملاها بالبطاطس. انا اما بتبل الفراخ بصوا بتبل الفراخ بتاعت صينيه البطاطس اكني رايحه اشويها. بحط عليها بصلي، بحط عليها نص ليمونه، بحط عليها توم عارفين يعني انت رايحه اكنك رايحه تشوي الفرخه. بس بزود بقى البطاطس عليه يا سلام بقى لو تبلتيها كده وسبتها ساعتين كده في التتبيل. وكملي بقى بصينيه البطاطس. والبطاطس انا ما بحبش صينيه البطاطس تبقى حمرا كتير يعني. والله كل ما بتبقى الطماطم بتاعتها خفيفه بتبقى احسن كمان يا بنات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فتتبيله الفراخ ده يا بنات قبل ما بتحطيها سيبها ساعتين وتحطيها في التلاجة ساعة أو ساعتين وتحطها مع صينية البطاطس والله بتبقى ملاحة. يعني فراخ مشوية بس مع صينية بطاطس. يعني بتبقى بتغمس كمان. وبعدين لما تبقى مثلا فرخة ومقطعة على كذا نفر بتبقى حلوة يعني. لا إله إلا أنت. فخلصت بقى صينية البطاطس كده يا بنات والله. عارفين الشغل أصلا في المية والشغل بيجوع بتحس إن أنت جعان. هنا بقى كنت سايبة شوية من الخلطة كمان وزودت عليهم بقى كمان بصلاية كده عشان حسيت إن إيه البصل شوية. واللهم صل على سيدنا محمد. الصواني دي بنات والله ما شاء الله يعني. في كذا حد من البلد معانا يعني. انا استخدمت الحاجات ديت اللي بدلت القديم بالجديد والله اللهم بارك. هنا بقى نفس حشوة الفراخ قلبي بقى مع شوية بطاطس بالبصل كده وحطي بقى الفراخ على الوش كده وحط طماطم. ما تكتريش طماطم مع صينيه البطاطس بالفراخ لما تبقى كتير مش بتبقى حلوه. والله في ناس بتخرط عليها طماطمايه بس كده. لا اله الا الله. بحط بقى شويه ميه كده وما تكتريش ميه برضو لان انت الميه الفراخ هتنزل ميتها. وقرن شطه حراقه بقى واقفلي عليها كويس وحطها في الفرن. وعملت بقى شويه رز بالشعريه كده اللهم بارك. يعني صينيه بطاطس بالفراخ ورز بالشعريه كده وعارفه لو مش مشكله سلطه. والله لو مش هتعملي سلطه مش مشكله. بس بتبقى لقمه كده تدفي البطن في الشتاء اللي احنا فيه ده. ويا رب يطعمنا ويطعم الجميع ويرزق الجميع يا رب اللهم امين. ويرضيكم ويرضيني ويراضي كل من كان. ويكبر قنوات كل واحدة على اليوتيوب اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقها من حيث لا تحتسب ويرزقنا اللهم امين. هنا بصوا خلاص كده الرز كان استوى. كنت هناك بعمل شويه قلقاس عشان جوزي بيحب القلقاس معايا. بص يعني ملوش في البطاطس جامد وما بياكلش الفراخ البيض. فعملت شويه هنا كانت صينيه بطاطس اللهم بارك. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب ما اكونش طولت عليكم وما كنتوش زهقتوا مني. انا بحاول والله يا بنات على قد ما اقدر ما اطولش في الفيديوهات عشان ما تساقوش. لا اله الا انت سبحانك. والبطاطس كانت ما شاء الله استوت وسليمه مستويه وسليمه. وهتوحشوني من هنا الفيديو الجاي ومع السلامه.